الكابتن السيد حمدي على الهاتف. كابتن سيد مساء الخير. مساء الخير يا كابتن شبان. شفناك سخنت كده وسخنت وبعدين قعدت تاني. ما كانش مش نصيب بقى. يعني بعد ما الجون التاني جه يعني انت قعدت على الدكه تاني. الحمد لله على كل شيء. طبعا اهم حاجه الفوز طبعا كان مهم جدا. نعم. التغيير بالنسبه لي انا كنت نازل اخر ثلث ساعه. كنت نازل مكان متعب اعتقد. قبل الجون بتاع متعب كنت نازل، بس الوضع اتغير لما متعب جاب الجون الثاني، فالكابتن حب يأمن شويه نص الملعب. نص الملعب، فده كان التغيير، كان تكتيك يعني. فوارد يحصل في الكوره، لكن الحمد لله على كل شيء. اهم حاجه الواحد سليم. النهارده شفنا اصابه مزعله الواحد جدا، بس ان شاء الله سليمه يعني. فالواحد طول ما هو سليم بيقول الحمد لله على كل شيء يعني. بس رامي الحمد لله، وبس يعني في جزع كده في الغضروف او قطع في الغضروف هيحتاج 3-4 اسابيع، لكن الصليبي سليم الحمد لله. الحمد لله. هو جات له يعني ربنا رايد بقى، هو جات له في وقت هو كان كويس، كان متألق فيه. انا ما ده قدر ربنا سبحانه وتعالى، لكن ربنا بيحبه يعني. انا بقول ان ربنا بيحبه، ولسه صغير وربنا يشفيه يا رب ان شاء الله. قول لي يا ابو سيدي، انتوا الكابتن حسام كان متفق معاكم على سياسه الدور، انه مثلا متعب يلعب اساسي وعبد الظاهر، وبعدين انت تخش اساسي مع حد منهم وبعدين وهكذا، ولا انتوا لا ما الكوره، لا الكوره ما فيهاش سياسه دور وكده، بس هو الكابتن يمكن بيراعي ان احنا في بطولتين، بطوله الدوري طبعا بالنسبه لنا مهمه، وبطوله افريقيا، البطولتين مهمين جدا. فهو شايف ان في لعيبه بتأدي وتلعب. نعم سامعك. يعني سامعني. الاتصال اتقطع مع سيد حمدي. بشكرك طبعا يا سيد حمدي، مهاجم النادي الاهلي.